السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل النهاردة بقى ايه؟ حلاوة طحينية. بصوا بقى، ولا سبريد ولا حلاوة ناشفة، يعني ما تتاكلش. انا عملتها بين البنين على اساس انها تبقى شبيهة السبريد شوية وسهلة الفرد في الساندوتش. اسهل الطرق وفي نفس الوقت مكونات من البيت. وعملنا الطحينة قبل كده، وعملنا كمان الحلاوة الطحينية بالشوكولاتة. بصوا بقى شكلها سهلة في التقطيع وكمان سهلة الفرد. بصوا شكلها، بصوا طرية ازاي، بصوا يعني خدوا بالكم مع السكينة، بصوا طرية ازاي، شايفين؟ يلا بينا بقى نبتدي الفيديو. معانا هنا 3 مكونات والمعايير قد بعض، نفس المج اللي هنعمل بيه السكر، كوباية من السكر وكوباية من الطحينة وكوباية من اللبن البودر. هنبدأ الأول بكوباية الطحينة دي احنا عاملينها في البيت وعملتها في فيديو معاكم قبل كده، موفرة جدا وتحفة واحسن من بره بكتير. طحينة خام، حطينا كوباية الطحينة وبنفس الكوباية حطينا اللبن البودر والسكر البودر. طبعا انا كنت عايزة اقول لكم معلومة، السكر البودر ده انا طحنة معاه فصين من المستكة. عايزة تحطي فانيليا ما عندكيش مستكة مفيش مشكلة، بس انا بحط في حلاوة طحينية مستكة. يعني المستكة لازم تطحنيها مع السكر عشان هي يعني مش هتطحن قوي لوحدها، فلازم تحطي السكر عشان يساعدها على الطحن. تمام، هنبتدي بقى ان احنا يعني ايه نقلب المكونات كده على بعضها. هنفضل نقلب فيها لغاية ما تحسي ان السكر دايب، يعني مش هيبقى مفرول ولا مفتفت، لازم السكر يبقى دايب في ايديكي، ما تحسيش بملمس السكر. تمام اهو، هي ابتدت كده تبقى جاهزة معايا. بصوا انا بوريكم اهو. طبعا كوباية الطحينة حلوة جدا عشان يبقى ملمسها كده كريمي، انا مش عايزاها ناشفة، مش عايزاها مفرولة، فعشان كده زودت كوباية الطحينة يعني مليتها قوي. وبنفس المج حطيت بيه سكر بودر ولبن بودر. معايا هنا العلب اللي انا هحط فيها الحلاوة، حطيت في الارضية كده ورق سلوفان، وهنزل بقى بكمية الحلاوة بتاعتي. طبعا انا قسمت الحلاوة على 3 اجزاء وهقول لكم ليه. حطيت اول جزء في العلبة كده هتبقى حلاوة من حلاوة سادة. طبعا انا ما بحطش في الارضية مكسرات عشان ولادي مش بيحبوا المكسرات. تمام، انتي بقى عايزة تحطي في الارضية مكسرات مفيش مشكلة، يعني اللي تحبيه. كده انا خدت جزء. تمام، الجزء التاني زي ما انتم شايفين هاخده كده على جنب في طبق، والجزء التالت هسيبه زي ما هو واحط عليه معلقتين من الكاكاو الخام، واحط عليه كمان معلقتين من الطحينة عشان الكاكاو الخام هينشف لي ملمس الحلاوة. وابتديت ان انا اعجنهم تاني مع بعض عشان يبقى عندي حلاوة طحينية بالشوكولاتة. تمام، هجيب بقى ايه الجزئين، الجزء السادة والجزء اللي هو بالشوكولاتة، واضيفهم على بعض زي ما انتم شايفين كده، قطعة من السادة وقطعة من الشوكولاتة، قطعة من السادة وقطعة من الشوكولاتة كده لغاية ما نخلص الكمية. تمام، هنحطها بأي طريقة تعجبك، طريقة عشوائية، طريقة مناسبة، يعني الطريقة اللي تريحك. انا كده كده دي حلاوة للبيت، فانا بعملها كده على اساس انها ايه كده كده يعني مش اوردر. تمام، فبحطها بالطريقة اللي تعجبني. كنت عايزة اقول لكم برضو عن المكسرات برضو في الحلاوة بالشوكولاتة مش مستحبة. تمام، لكن في الحلاوة السادة بتبقى حلوة وكل حاجة، بس انا ما بحطش عشان ولادي مش بيحبوا المكسرات. هنا كنت خلصت كل كمية الحلاوة، وهبتدي بقى ان انا ايه اضغطها. اهم حاجة في الوصفة بتاعتنا دي الضغط، ضغطة الحلاوة لازم تضغطي عليها لتحت جامد على اساس انها تبقى قطعة واحدة، لما تيجي تاخدي منها تبقى قطعة واحدة ما تبقاش مفرولة. تمام، بصوا انا بدوس بقى اهو جامد. طبعا حاطه في الارضيه، يعني ممكن تحطي كيس نايلون اللي هو بتاع السندوتشات، او ممكن تحطي ورق سلوفان كده زي عشان برضو لما تيجي تتقلب ما تبقاش لازقه في الحلاوه، يعني في العلبه قصدي. حطيت بقى هنا ايه ورق سلوفان برضو على الوش، وكذلك العلبه التانية اللي هي الحلاوه الساده حطيت برضو كده على الوش. وهبتدي ان انا اقفلهم واسيبهم في التلاجة 3-4 ساعات كده. لكن انا هنا بالنسبه لي ده كان تاني يوم الصبح كده بقى، كنا قاعدين على الفطار وحبيت ان انا اعمل الساندوتش قدامكم وتشوفوه. بصوا بقى عيش بلدي
طبعا الحلاوة دي عشان المدارس موفرة جدا وبجد تحفة. الحلاوة بتاعت دلوقتي اللي في السوبر ماركت عبارة عن ملبس، طعمها ملبس. دي بقى حلاوة، حلاوة فعلا. بصوا بقى النعومة بتاعت الفردة في الساندوتش، بصوا النعومة وهي طالعة كمان بالمعلقة، بصوا ناعمة ازاي. شايفين؟ بنسيبها زي ما هي كده، ما بنقلبهاش يعني عشان نحافظ برضو ايه على الزيوت اللي فيها، لان التلاجة لما بتطلعي فيها الحلاوة وتبقى تسيبيها مكشوفة كده بتطلع زيوت. بصوا بقى الجمال. بصوا، عايزه اقول لكم كمان طعم الكاكاو، استخدمي كاكاو اسباني لانه بيبقى طعمه حلو قوي في الحلاوه وفي الكيك والكلام ده. ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب، ويا رب تكون الوصفه عجبتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.